قال لك عبد الله يا محمد لمن تحمل مسؤولية طردك من القطاع؟ نحملها للمدير العام للأمن الوطني الحالي مسقالو والغويزي، والمدير العام المساعد للأمن الوطني فالي، اللي عندي معاه أصلا قد تجبر لنا مشاكل في العمل أنا وهو. فترة الرئيس الحالي هو المدير العام للأمن الوطني، خلقت بيننا كتابات، والمدير العام الحالي مسقالو والغويزي وفالي المدير العام المساعد هما اللي قدموا اقتراح بطردي، وهذا كامل كان داعمه وزير الداخلية الحالي زمنه مدير ديوان رئيس الجمهورية، وبتدخل من أخ الرئيس اللي قال لي سلموا القزواني لصديق الحاكم. بس محاله لا نقول لك قاعد وياه، بس محاله أنا ما وعدت معي إناكت، ما طلب مني تقرير نعدله، ما وعد لي استفسار ودلفيت ونحبست الشهر وقعدني ما تجيب وانطردت. الحاكم اللي بيني معاه مشكلة، الحاكم اللي بيني معاه مشكلة ما انقلع عن بليت ولا حلك وتم فمني الهوة سنة زايدة، وعين مستشار ولقى قاع وعين مستشار وزارة الداخلية وأنا مطرود. إيماجيني أنا قارنت له قضية، أنا انطردت يوم 5 جانفي 2021، يوم 1 والله 2 جانفي 2021 ارتد قاضي طالص جماعة من أهل المخدرات، جماعة من المخدرات. ما من يالتي أنا نعود ننظلم بيدي راجل لابس سبع وقريب محمد بن عبد العزيز، ولا من يالتهم اللي هو يعود يقتد به اللي راجل متشكانت من أهل الكيفة ومن أهل العصابة. هذا ما وصل مشكلة في 30 سنة أبدا، ما عندي مشكلة الحمد لله. شو اشتغلتوا في بلايص أنا اشتغلت 17 سنة في مفوضيات نواكشوط، من ضمنهم هذه المفوضية اللي فيها المشكلة أنا هو الفاتحة كمفوض. واشتغلت عقب ذاك الدور تعود شي قريب من 12 سنة في الولايات بين ديماقة وقرقول وفصالة والحوض الشرقي والبراكن. وسنتي الأخيرة هي اللي عدت في الرياض، هي اللي تم طردي.